في التاريخ، وليس درسا في تقريض وتبجيل الحضارة والتاريخ، إنما درس في تجديد المنهج أيها الإخوة، لكي يتخفف أنا وأنتم معي من الترقيع. مللنا وتعبنا، أنا تعبت جدا من الترقيع. نحن نرقع على فكرة، وليس أمامنا إلا أن نرقع. تعرفون لماذا؟ طبعا أنا معظم ما أتحدث فيه ترقيع. أنا أرقع، ينبغي أن أرقع، وأعرف أنني أرقع، ولا أستطيع إلا أن أرقع في المرحلة الراهنة. تعرفون لماذا؟ لأن الآخرين لا يعملون لكي تحكم على عملهم، إنهم يدمرون، يخربون، يمزقون فقط، وأنت ينبغي أن ترقع. ما في فكر حقيقي يتحرك، انتبهوا، ما في فكر حقيقي، ما في مشروع حقيقي برؤية، مشروع رؤيوي حقيقي لكي تدخل معه في زجال وفي جدال وفي أخذ. أبدا أبدا، كل ما هنالك تخريب وتدمير وتمزيق وتخريق، وينسب إلى السماء وينسب إلى رسول السماء، إلى القرآن والسنة. وأنت عليك كمؤمن تغار على دينك، تغار على نبيك، تغار على كتابك، تحب هذا الدين، ما زلت تحبه، وأسأل الله أن يميتنا على هذا أيها الإخوة. ليس أمامك إلا أن ترقع. صنفان من الناس يكرهون مهمتنا هذه التي لا نحسد عليها. مهمة الترقيع هذه مهمة لا نحسد عليها. صنفان من الناس يكرهونها: المخربون الذين نرقع من ورائهم، والحريصون أيها الإخوة على أن يطوى بساط هذا الدين والأمة. إسلام إكس انتهى من الماضي، إكس إسلام. يحبون هذا، يجنجنونهم من أمثالنا، ينعتوننا بالتزيينيين الذين نزين الإسلام ونكذب على النصوص ونكذب على الفهم والتأويل. لا والله، لا والله لا نكذب، لكن نحن نأخذ بحقنا في أن نفهم. وكما نقول دائما، انتبهوا، نحن لا نعبد إلا الله ولا نؤمن إلا برسول واحد هو رسول الله. لا نعبد البخاري ولا مسلم ولا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا سيد قطب ولا حسن البنا ولا الشافعي ولا أبي حنيفة ولا الصادق ولا زيدا. لا نعبد أحدا، نعبد الله وحده، ولنا حق أن نفكر ولنا حق أن نجتهد وأن نعمل عقولنا. والمسألة مش بالأقدمية، الأقدم بفهم، لو الأقدم بفهم الجاهلية خير من الإسلام. انتبهوا، هذه نزعة خبيثة وغبية، هذه النزعة السلفية بالمطلق نزعة غبية. إذا المسألة الفضل للمتقدم، أي فالجاهلي متقدم على الإسلام أفضل من الإسلام، إذن مش صحيح بالمرة، بالعكس. الركب البشري خصوص أيها الإخوة المعارب بالذات، وحدثتكم عن ظاهرة قبيل ربما أشهر يسيرة، ظاهرة رصدت في القرن العشرين. الذكاء البشري يتقدم بمتوالية غير طبيعية في القرن العشرين نفسه، قرن واحد. إياك، شوف، هناك من يحرص على أن يفهمك أنك غبي. الآن عموما كهنة الفكر الديني، أنا أسميهم كهنة، أشبه هم كهنة فعلا ولهم معابد وينتفعون. هؤلاء الكهنة حريصون جدا على أن يفهموك أنك غبي، غير قادر على أن تفهم، غير قادر على أن تجتهد، أنت لا شيء، أنت صفر. يحبون أن يفهموك هذا، لأنهم هم أمام الأوائل وأمام الكبار أصفار، حقيقة أصفار، وليس لهم المساكين بين قوسين نشفق عليهم، وعلينا أكثر من إشفاقنا عليهم، لأن الأمة تدفع الثمن. نشفق عليهم وعلينا بين قوسين أيها الإخوة، هم ليس لهم ولا يتهيأ لهم إلا أن ينقلوا ويرددوا، أدوات، مسجلات. وطبعا الآن يغني عنهم الشيخ جوجل والشيخ ياهو والشيخ كذا، يغني عنهم تماما، وهم لا يزيدون على ما يمكن أن يمدك به النت أيها الإخوة، الشبكة العنكم. مستحيل، مستحيل، ليس عندهم شيء المساكين، ويحبون أن تكون صورة منهم وصورة حتى ممسوخة عنهم، بحيث يظلون أساتيذ لك. وضل من كانت العميان تهدي، ضل من كانت العميان